السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو نهار اليوم أو وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تشوفوا الشركة العريان دائما مع كمية قليلة بالنسبة للعوائل أو للعائلات الصغيرة. هنا كما راكم تشوفوا دائما نحط لكم كمية قليلة وانتم دائما ضعفوا الحجم لأنه العائلة تاعنا ماهيش كبيرة، فهنا دائما تحاولوا أنكم تضاعفوا الحجم. يعني من بين الوصفات التقليدية تاع الجزائري أنهم دائما يديروا المشوك أو عفوا الشراك العريان. يعني هذه الوصفات التقليدية مستحيل أنه نغيرها في العيد، ولكن أنا هنا اسمحوا لي درت بعض التغييرات، نتبعوا ونشوفوا شنو هي التغييرات اللي درناهم مع بعض. هنا كنت سكرفجت القارص والتشنا، حاجة خفيفة مش حاجة. وعندنا مقرف تاع السكر كلاصي ماهيش معمرة، يعني ممسوحة. تحبي ديري نص ديري نص، المهم هذا الناس ما تشتيش السكر ياسر. عندنا كما قلت لكم العلبة تاع فلوريان رانا نقسمها على 4، يعني نصف تاع النصف، يعني 250 نقسموها على 4 تعطيك حوالي 75 كما شفتوا في الفيديو. درت لافاني ودرت صفار حبة بيض. هنا راح نخلط كامل مع بعض ونجمع مع بعض. كما هنايا نضيف واش نضيف، عندي 3 مقارف تاع مال الزهر ونخلطوا كلش مع بعض. المهم هنا يا البنات كما قلت لكم انه تجيبي العلبة تاع 250، انا استعملت فلوريال، قسمتها على 4 وديت هذاك النصف الصغير، يعني النصف تاع النصف طيح لك حوالي 75. هنا ضفت مقرف واحدة اخرى تاع ماء ازهر، يعني مجموع الماء الازهر طاحوا لك 4 مقارف. وندير نصف مقرف تاع الخمارة الكيميائية، ونبدأ نضيف الفرينة ونجمع الكل مع بعض. نجمع الكل مع بعض حتى تمسي بيدك العجينة تاعك بدات تتلم. عفوا، هنا كما قلت لكم هنا كتولي تمسي في العجين تاعك، مسي بيدك الجافة مش باليد اللي خدمتي بها باش تعرفي قوام تاع العجين تاعك. هنا راني اكدت لكم وزدت عاودت لكم. فهنا كما قلنا يا اخي درنا حبة بيض، يبقى هذاك البيض. هنا عندنا الكاوكاو إيفيلي، عندنا بيض البيض راح نضيف له الفاني. فهنا كورت كلش، هنايا كلش كورتو كما راكم تشوفوا، ونبداو نخدمو مع بعض. فالناس اللي يحبوا يعدلوا الحبة، أنا عيني ميزانية، تقدري توزني كل حبة يعني 25 جرام، هذا أحسن ما تجيكش الحبة كبيرة مع إنها راح تنتفخ وكذا وكذا. المهم هنايا ملاحظة، اللي تحب دير الحشو الداخل ديري الحشو تاعك يعود وزن 30 جرام، وابداي افتحي العجين كما بهذه الطريقة وسكري وديري على شكل هلال. والملاحظة عفوا، الملاحظة المهمة انك تخلي الوسط شوي خشين على الجوانب. كما قلت لكم تقدروا ديروا اي حشو، ديري حشو تاع الكاوكاو، ديري حشو مع الكاوكاو مع يعني تحمري الكاوكاو وترحيه وتضيفي له مقرفة ولا زوج تاع الجرجلان تعطيك يعني ذوق زين. تجمعيهم باش تجمع شويه سكر وتجمعيهم بالماء الزهر، ويعني يعودوا كطعام. ما ديريش او تحبي شويه تعود عجينه، ما هي تعود عجينه تقدري تتحكمي فيه.
فانا بعد ما كملت كلش نجيبو هذاك البياض البيض خبطيه شويه كما درنا وضفنا له يعني على الريحه ضفنا له اللافاني وندير في هذاك الكاوكاو المرحي او عفوا الكاوكاو إيفيلي. كما راكم تشوفوا يعني ونضيف هذاك الكاوكاو إيفيلي كما راكم تشوفوا نكمل كامل بعضهم او تحبوا هي بهذه الطريقه احسن انه ما تهزكمش البيض ياسر بالبان سخن ما يهزلكمش البيض ياسر حتى اني تشوفوا بعض يعني الرقائق هذه تاع الكاوكاو ما تشددش عادي تقدري تحطي صبعك في البيض وتشتي كما راني ندير شوفوا كما راني ندير وتحاولي انك انت تعدليها روحك. عفوا تقدري حتى انك تضيفي شويه البيض كي تضيفي شويه البيض من الفوق وتتحكمي انتي في الشكل النهائي تاعك باش يجيك يعني باش يجي كامل الكاطو تاعك بشكل زين يعني. صدقوني يا البنات انا هذه درتها بلا حشو صراحه هي من الاحسن انكم ديروا الحشو احسن حتى هو هذا الكاطو يجي زين وبنت وبنه وبنت وبنه وبنت وبنه بصح كي راح نضيفوا له الحشو تجيكم حاجه احسن واحسن. انا كنت حابه ندير لكم وصفات اقتصاديه يعني ما نكثروش الكاوكاو وما نكثروش الشوكولا وهذا الصوالح دائما مع الكاطوهات هذو السامبل دائما هذه تلقاهم محبوبه ويتاكلوا وهذه الناس اللي كامل يطلبوا فيهم دائما راني نديركم في وصفات سهله واقتصاديه وبسيطه واكيد دائما نقولكم ما تنساوش الدعم ما تنساوش الدعم اللي مش مشترك ماذا بك تشترك ولا مشترك نقول لك اكتب لي تعليق زين او يعني كبرونا القناه ربي ياتيكم ويكبر ان شاء الله. هذا واش نقول لكم حتى وانه هذه القناه راها قديمه بصح ما طلعتش وباش تطلع بكم انتما واكيد بالمشاهدين الكرام فدائما نطلب منكم انكم تدعموا هذه القناه. فانا كمان كامل الكاطو تاعنا كما راكم تشوفوا شكل جميل جدا. المهم البنات هذه الشكل النهائي لهذا الكاطو تاعنا شوفوا شحال جح يجيكم حوالي 10 حبات او 12 حبه والله ما حسبت يعني كما قلنا كميه قليله الناس اللي ما عندهمش عائله كبيره في الدار قلنا البطاطا تاع 250 اقسميها على 4 ادي احد الانصاص يعني 250 تقسميها على 4 كنعاود لكم نفس الشيء يعني تحل لكم حوالي 75. هنا كان عندي شويه تاع العسل قبل كنت خادمه بها وفيه شويه طايح الشجلان كنت خادمه فيه انا مش حنقطص الحلوى كامل تاعي يعني قيس تعطيني الشكل او تعطيني اللون هذاك الزين هذاك من برا مش حنقطعو كم تحبي ثاني تدخليها عادي ما راحش يصرى فيها حتى شي عجينة هذه ولا أروع. أنا دائما معتمدتها في وصفاتي معتمدتها في أشكالي يعني تبعوا هذه الوصفة. فهنا كما راكم تشوفوا هذه النتيجة النهائية نتمنى أنها أكيد تعجبكم إن شاء الله. قبل ما نكمل الفيديو تاعي أكيد من نطلب منكم أنكم تدعموا هذه القناة دعموا القناة دعموا القناة دعموا القناة. هذا فيديو انهار اليوم كما راكم تشوفوا نتمنى أنه يعجبكم أكيد. فهذا فيديو نهار اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.